ايه بقى قصة شركة ابسوس؟ يعني ايه استطلاع نسب مشاهدة؟ طيب ليه كل القنوات الفضائية قررت قطع علاقتها بيها؟ خلينا نطرح هذه الأسئلة على الأستاذ علاء الكحكي مالك قناة النهار. مساء الخير يا أستاذ علاء. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. أهلا بيك. الأول بس نعرف المشاهد العادي ايه هي شركة ابسوس؟ هو البحوث بشكل عام ده نشاط موجود في كل بلاد العالم، شركات بتعمل بحوث تسويق، بتدرس السوق لبعض المعلنين ولبعض الوكالات، ولكن في المجال بتاعنا بتعمل دراسات على حجم المشاهدة للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف وكده. وده موجود عندنا في الميدل ايست تحت اسم شركات بحوث المشاهدة. ويعني في كذا شركة موجودة في الشرق الأوسط، وفي شركات موجودة عالمية ليها فروع في الشرق الأوسط، منهم شركة إبسوس. ايه طيب شركة إبسوس مش هي شركة إبسوس بتاعت فرنسا بس، هي اسمها هنا في الخليج في المنطقة اسمها شركة ستات إبسوس، ودي شركة ليها شراكة لبنانية مع الشركة الفرنسية. ايه مشكلتها الشركه دي؟ يعني الشركه دي كانت بتقدم للقنوات الفضائيه طبعا مقابل مبالغ ماديه، كانت بتقدم لها نسب المشاهده الخاصه بيها. هو بس خلينا نقول ان مش مشكلتها، احنا بنتعامل مع كل شركات الريسيرش او شركات البحوث بشكل عام، كلنا كقنوات ووكالات ومعلنين، لاننا محتاجين دايما لمستندات بتاكد المشاهده هنا وهنا وهنا. تمام. حصل من خلال على مدى السنين اللي فاتت اتبدل علينا كذا شركه، بظروف السوق بتفرض علينا ان احنا نستغنى عن شركه ونتعامل مع شركه. ففي بعض الشركات الغير مصريه في مجال الوكالات الاعلانيه اخذت قرار بانها تضغط على المعلنين والوكالات في الخليج ان هم يستخدموا شركه ابسوس، وبالتالي احنا كمجموعه قنوات مصريه اخذت معلش انا اسف. اتفضل مع حضرتك. الضغط عشان في الاخر عليها تتعامل مع شركه ابسوس، وبالتالي احنا كقنوات مصريه ما عندناش مشكله، كل اللي محتاجينه الحقيقه والحياديه. يعني من 10 سنين كانوا بيتعاملوا مع شركه اسمها بارك، وجي قرار لا يا جماعه مش هنتعامل مع بارك، حاضر تحت امركم. جينا نتعامل مع شركه اسمها تي ان اس، قعدنا 3-4 سنين، وبعد كده بعد ما بعض وكاله الاعلانات اتغيرت في احدى القنوات المصريه فرض فكره ابسوس، فكلنا رضخنا وخلاص، وما كناش نتمتع باي قوه ولا نفوذ، وما كانش عندنا اي داوت في فكره او عندنا شكوك في فكره الحياديه والكلام ده كله، قلنا نجرب. بقالنا سنتين عندنا بعض المشاكل في بعض الارقام، بنروح نسمع المكالمات بتاعت التليفون، عباره عن الاستقصاء دون بيحصل ازاي حضرتك؟ بيبقى عن طريق مكالمات تليفون ل 200 شخص في اليوم. 200 شخص اولا قبل اي حاجه على بلد فيها 90 مليون ولا حاجه تعكس النسب الحقيقيه للمشاهده في اي حاجه، ومع ذلك نظرا لان ما فيش طبعا تم تجريف فكره كل شركات الريسيرش عشان نمهد الارض لشركه واحده لحد هنا. يعني دي كانت حاله ابتزاز يعني؟ لا مش تقدريش تقولي ابتزاز، او يعني نقول تخطيط، تنفيذ مخطط معين، وفي الاخر الناس لا تسأل او يعني تحترم على شطارتها، واحنا مسؤولين عن انا اسف في اللفظ غباوتنا. فيعني مفيش مشاكل لحد النهارده. طيب بس معلش خلينا نكون واضحين، يعني عشان بس كمان المشاهد العادي اللي مش فاهم قوي في امور الميديا يكون فاهم القصه. واحنا كمان على فكره يعني انا القصه بالنسبه لي برضو مش سهله علشان افهم يعني ايه معلن بيضغط على صاحب او مالك قناه علشان خاطر يتعاقد مع الشركه الفلانيه عشان خاطر يجي له اعلانات. قصه معقده قوي، لو حضرتك تقدر تبسطها لنا وتقول لنا هل بالفعل انتم كمالكين او قائمين على قنوات فضائيه تعرضتوا لابتزاز او تعرضتوا لخداع او تعرضتوا لعمليه نصب ربما؟ لا الصوره مش كده. هو اللي بيضغط ده حد وكيل اعلاني لبعض القنوات الغير مصريه وقناه مصريه، بيضغط على الوكالات الاعلانيه واللي ماسكه شغل العملاء عشان يستخدموا الشركه دي وبحوث التسويق بتاعتها، وتبقى هي العمله المتعارف عليها واللي بيستند عليها الانفاق الاعلاني. بمعنى
ان النهارده مثلا التقارير طالعه من شركه ابسوس بتقول ان قناه اكس رقم 1 وعندها 100 نقطه. ال 100 نقطه دول، والشركه الثانيه اللي بقى والقناه اللي بعديها 50 نقطه والقناه اللي بعديها 25 نقطه. يبقى اساسا الشركه الاولى والثانيه بياخدوا 75% من الميزانيات الاعلانيه. حضرتك فهمتيني انا اقصد ايه؟ يعني هم يعني شركه ابسوس بس، وحضرتك صلح لي لو كان ده غلط، هي اللي بتحرك سوق الاعلانات يروح لانهي قناه؟ تقدري مظبوط كده؟ تقدري بالتقارير اللي بتصدر بيدي طريق، بيوسع الطريق بشكل واضح للمعلن، وبيقول له الانفاق الاعلاني بيكون في الحته دي وفي الحته دي وفي الحته دي. طب معلش هسأل حضرتك سؤال تاني، معلش واستحمل التفاصيل عشان ابقى فاهمه بس متابعه. الشركه دي جنسيتها ايه مره تانية؟ الشركه دي لبنانيه فرنسويه. شركه استات دي شركه لبنانيه. مالكها اسمه ايدي مونا او ادوارد مونا، ومع بالشراكه مع شركه ابسوس الفرنسويه. هل ده بقى بيدينا مؤشر على انه هذه الشركه لو ربما وراها سياسه معينه بعيدا عن الشق الاقتصادي اللي بيتمثل في الاعلانات، هل ده معناه ان هي بتوجه الاعلانات في حته معينه لهدف ما بعيدا عن الهدف الاقتصادي بس؟ ده اللي هيحدده الجهه اللي هي النائب العام والقضاء بشكل عام عن اسباب توجيه او اسباب المغالطات اللي في تقارير المشاهده بناء على ادعائنا. يعني احنا ندعي ان هناك مغالطات في التقارير. وايه هي قصه المغالطات عشان اشرح لحضرتك والدنيا قامت ليه؟ احنا فوجئنا، احنا طبعا عندنا بنروح نسمع مكالمات كتير، فتيجي مثلا نسمع 200 مكالمه في اليوم او 100 مكالمه، فيسالوا الناس بتتفرج على قناه ايه؟ يقول لك على قناه كذا وعلى قناه كذا وعلى قناه كذا. الطبيعي جدا ان الشركه يفترض فيها الحياديه، لكن كل تسجيلات المكالمات لما بنروح نسمع يقول له واتفرجت امبارح على القناه الفلانيه، طب اتفرجت امبارح على البرنامج الفلاني، بيوجه المتلقي. بيوجه المتلقي. طيب احنا لما بنسمع كده فبنلاقي في قنوات عندها حجم مشاهده عالي جدا في السوق المصري. مظبوط. وبعدين من واقع المكالمات الحاجه دي تخرج من الشركه دي تسافر بيروت عشان يتعمل لها اناليسيس او تحليل، ترجع حاجه تانية. الله اعلم بقى هنشوف حاجه تانية دي بناء على النيابه والجهه اللي هتحددها النيابه. طيب الموضوع طلع كبير، يعني الموضوع مش بس ان انتوا قررتوا تفسخوا تعاقد مع شركه، ده الموضوع هيوصل للنيابه وهيوصل للقضاء. والموضوع كمان انا حابب اقول لحضرتك انه يتعلق عشان بس يعني انا حابب اقول الامور، احط الامور في نصابها بس عشان الناس ما تتخضش، بس انا هشرحها ببساطه في دقيقه. هو الموضوع يتعلق بجد بالامن القومي. للدرجه دي؟ يتعلق هقول لك ازاي. لما انا اطلع تقارير تتحكم في توجيه الميزانيات الاعلانيه بتاعت المعلنين في مصر، وبعدين الميزانيات دي تتوجه لقناه او لاخرى لغرض ما باي طريقه موجوده، ماشي، لكن بعدين الميزانيات دي تخرج بره مصر، معناها ان القنوات المصريه بتتاثر في دخلها، معناها ان القنوات المصريه هتقع لان دخلها الاساسي من الاعلانات. اذا يتم تجريف في الاعلام المصري من مصريته. والقصه ان الاستثمار في الاعلام مش استثمار ان انا النهارده فاتح مصنع اسمنت بشغل فيه عمال وبدخل عمله صعبه في البلد. الاستثمار في الاعلام هو العكس، اما ان انا اجيب فلوس من بره مصر اعلانات للقنوات المصريه، او اخد فلوس الاعلانات بتاعت السوق الاعلاني المصري اطلعه بره. هل ده معلش وبرضه هسال حضرتك يعني سؤال، هل ده معناه انه ممكن يكون في حد داخل مصر هو اللي بيتحكم كمان في اللعبه دي؟ يعني ما يبقاش الموضوع بس من الخارج، يبقى في كمان ايدي مصريه هي اللي عملت كده او هي اللي كانت بتحرك هذه الشركه؟ والله انا اسف ان انا اقول لك اللي انت بتقوليه ده كلام مظبوط، وانا اسف ان في شركاء في القصه دي مصريين وكنا نحسبهم على خير، ولكن ربنا يهديهم لان هم بايديهم بيهدوا كل الصناعه المصريه. وانت شفت الاعلام عمل ايه في السنوات اللي فاتت وقد ايه هو مهم لمصر. صحيح بشكل عام. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه كمان استاذ علاء، يعني اللي انا اعرفه عن شركه ابسوس مثلا انه في قنوات احنا عارفين كلنا، حضرتك اعلامي وعارف واكيد مش تابع الشارع، في قنوات معروف جدا ان نسبه مشاهدتها عاليه جدا ما كانتش بتطلع في التقارير الخاصه بابسوس، ما كانتش بتبقى موجوده خالص. ده ما كانش بيثير عندكم علامات استفهام؟
عايزه نتكلم بالاسماء بمنتهى الامانه؟ اتفضل يا ريت. طيب انا احب اقول لحضرتك ان قناه الفراعين مظبوط. من اعلى القنوات اللي عليها مشاهده، وتحديدا برنامج الدكتور توفيق عكاشه مظبوط. ب 500 دليل. وفي ال 20 30 يوم الاخاره برنامج احمد موسى في التحرير عامل مشاهده غير. انا بتكلم بمنتهى الامانه، وانا في الاخر مش صاحب مصلحه، انا بتكلم بمنتهى الامانه المهنيه. وانا عارفه ان حضرتك بتتكلم بمنتهى الصراحه، بدليل حضرتك حتى انصفت قناه المحور نفسها. للامانه انا اتكلمت على قناه المحور بعد الفتره اللي فاتت. انتوا كان عندكم كام سبق خبري غير طبيعي، الناس خدته من عندكم. لم يظهر واطلاقا اطلاقا محدش يقدر يقول ان القنوات المصريه دلوقتي والمشاهد المصري اصبح ملوش غير القنوات المصريه. صحيح. هي اللي بتنقل له كل حاجه. وقنوات معينه هو بيثق فيها. يعني اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا جدا. ده بعد بقى ملوش علاقه بالاقتصاد، هنركنه على جنب. حضرتك بتتكلم على بعد امن قومي، انه القنوات اللي بتشتغل بشكل وطني وبتقدم خدمه لصالح الوطن بيبعدوا عنها سوء الاعلانات عشان يوقعوها. برافو عليك يا استاذه ايمان. يبقى الفكره كلها ان انا بضربها اقتصاديا عشان اسيطر على القوه الاعلاميه اللي موجوده. وفي دليل بدون ذكر اسماء في قناه معينه محترمه جدا نحترمها ومفيش حاجه. المثل حاصل في احدى الدول العربيه او في المنطقه العربيه، قناه واحده بتاخد 80% من المشاهده وبتاخد 80 او 70% من الدخل الاعلاني، والباقي كله مش عارف ياخد حاجه. وهو ده المطلوب تنفيذه هنا. احنا ما عندناش مشكله في المنافسه، المصريين عمرهم ما حد قهرهم، ماشي؟ صحيح. لكن كل حاجه تمشي بعدل، تمشي بدقه. لكن الكارثه حصلت فين بقى؟ القشه التي قسمت ظهر البعير يوم الخميس اللي فات او الثلاث اللي فات. يوم الثلاث اللي فات حصل تغيير في بعض المواقع، فاحنا لم نعترض، لكن اتكلمنا مع بعض في قنوات مصريه واتفقنا ان احنا نروح نحضر جوه شركه ابسوس ونسمع المكالمات اللي احدى القنوات تقدمت فيه بشكل ملفت لمده 3 اسابيع بشكل سريع جدا، وكأن حاجه ما حصلتش. مثلا ايام ما كان السي بي سي في باسم يوسف، يعني حاجه قناه من القنوات اللي لسه ظاهره جديد طلعت فجاه في الريتنج بتاع ابسوس فجاه. ما بشكل يعني عايز اقول لك زادت مثلا 30 اخر 3 اسابيع، 30 نقطه في اخر 3 اسابيع. ماشي. وهي بتذيع برامج معاده. بتذيع برامج معاده معايا. طيب. معاك. رحنا نقول لهم احنا يا جماعه تحت امركم اتفضلوا، احنا عايزين نسمع المكالمات بتاعه الاسبوع اللي طلعت فيه القناه دي رقم 3. الطبيعي اقول لحضرتك ايه؟ الشفافيه تقول ايه؟ اتفضلوا اسمعوا. مظبوط؟ تمام. ردوا قالوا لا مش هينفع النهارده. ليه يا استاذ؟ اصل المكالمات مش موجوده. مش متجهزه. ليه يا استاذ مش موجوده؟ دي في شركه ثانيه. يعني ايه في شركه ثانيه يا حبيبي؟ هو انت مش عامل المكالمات دي وبتطلع تقارير عشان الناس توجه اعلاناتها، فانت اللي بتعمل ده وانت المسؤول عنه وبتقول لنا اهلا وسهلا بيكم في اي اصل ما عندناش لابتوب كافي للعدد دوت. 4 قنوات واقفين جوه الشركه يسمعوكوا الكلام. احنا هنجيب اللابتوب من عندنا. اصل ما عندناش مكان تقعدوا فيه. شركه طويله عريضه ما فيهاش مكان تستضيف عملائها للدرجه دي. قلنا لهم طب احنا لازم نسمع دلوقتي بصراحه. لا يوم الاثنين ان شاء الله. ليه يا حبيبي يوم الاثنين؟ راح حدد اللي قال الله هو انتوا هتغيروا حاجه في المكالمات؟ لا احنا ما نقبلش. احنا شركه محترمه، احنا شركه كبيره، احنا شركه دخلها قد دخل قناه السويس. يعني ايه؟ مش جميل جميل. احنا عايزين نسمع ما يثبت او الاسباب اللي خلت التقارير دي تطلع. هل احنا كده مخطئين في حاجه؟ لا احنا ما نقبلش. تعالوا يوم الاثنين. القنوات اتكلمت مع بعض. 4 قنوات نزلوا حرروا محضر في اسم دار السلام باثبات الحاله، بان احنا طلبنا الاثباتات اللي تخص ده، وده اعتقد حق قانوني لم نسب احد. ماشي. نزلنا وطلبنا ده. يوم السبت راحت قناه المحور المحترمه وقناه دريم يطلبوا نفس الطلب. اترد او الحد يا ربي، ماشي مش فاكر التاريخ. اترد عليهم نفس الطلب. طب يا اخي الناس جات لك يوم الخميس ولقيت في مشكله والناس عملت محضر، الحق جهز المكالمات. لا مش موجوده، تعالوا يوم الاثنين. يوم الاحد راحوا تقريبا على ما اذكر التحرير والفراعين وصدى البلد، حصل نفس الكلام. بقوا 10 قنوات او 9 قنوات عاملين محاضر
والمحاضر احيلت للنيابه. لما جينا نتكلم احنا بيتقال لنا ايه؟ احنا مش فارق معانا مين يدخل. شركه ابسوس النهارده طلعت بيان بتقول احنا مش فارق معانا مين يخش معانا ومين ما يخش معانا. طبعا لان واضح انه دورها اكبر من فكره ان هي دورها كبير قوي يعني. بشكر حضرتك. هو مش محتاج لفلوسنا. ده نوع من انواع يعني زر الرماد في العيون وخلاص. انما تدخل تشترك معايا ما تشتركش معايا، ما انا عندي اللي بيشتري وعندي اللي بيدفع لي وعندي بالزبط. كل حاجه وبدفع لناس تانية. ايه يعني 10 شركات انسحبت ولا مش هتجدد ولا اي حاجه؟ احنا شركه كبيره قوي. الشركه دي دخلها قد ده كل ما نكلمهم، دخلها قد دخل قناه السويس. ايه يا جماعه ايه اللي دخل ده في الموضوع؟ اصل الميديا ما تمثلش بالنسبه لنا 7-8% من دخلنا. طب يا جماعه احنا طالبين مننا لا اصل انتوا فاهمين غلط. طب يا جماعه ازاي احنا المكالمات اللي بنسمعها بودننا التقارير ما بتعكسهاش؟ اصل انتوا ما بتسمعوش المكالمات كلها وبعدين هي ما بتتحسبش كده. طب يا استاذ القناه الجديده اللي طلعت دي في حاجه دايما يا استاذه ايمان في الريسيرش اسمها ريتش وريتنج. الريتش ده هو حجم اختراق القناه للبيوت وتكرار المشاهده بتاعتها. الريتنج ده هو النقط اللي بيحصل عليها كل برنامج من العينه عشان يشاهد. ففي علاقه وثيقه جدا ما بين الريتش. يعني مش معقول مثلا قناه المحور يبقى بيتفرج عليها 10 بيوت فالريتش بتاعها يبقى 1% مثلا او 10%. او مثلا يا استاذ علاء ان يبقى عندك على الساحه مثلا البرامج الليليه عددها مثلا 20 نقول 30 ويطلع لك برامج في المحور في الستينات وفي السبعينات. هو اصلا انت ما عندكش 60-70 برنامج علشان تطلع برامج المحور او حتى غيرها في السبعينات والثمانينات. عندك قناه دراما طلع رقم مش عارف كام 162 قناه المحور دراما. اللي سابقها قناه زي افلام تقريبا في الامارات اللي هي بتذيع افلام هندي تقريبا او حاجه زي كده. معايا حضرتك؟ متخيله احنا بنتكلم في ايه؟ متخيله؟ يعني حضرتك المشاهد المصري خلاص مثبت عنده المحور ودريم والنهار والسي بي سي والحياه واكس وواي وزد القنوات المصريه كلها. وبعدين برنامج راجل محترم جدا وانا بحبه وبعزه. الراجل لسه ناقل من قناه لقناه فجاه يسبق كل البرامج ويبقى رقم 3. ايه ده؟ ازاي؟ طب ايه المقدمات؟ ايه الاسباب؟ ايه السحر اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه السحر اللي احنا عايشين فيه ده؟ طبعا اصبح في كميه ابعاد ولخبطه وكده يعني. فانا يعني هو ده القصه كلها. فاحنا قررنا ان احنا ننسحب. والاستاذ نجاد البرعي المستشار القانوني لغرفه صناعه الاعلام المرئي والمسموع بدا في اتخاذ الاجراءات القانونيه. والنهارده شركه ابسوس قالت احنا اللي عايز تقريبا البيان يعني شبه بيقول كده اللي عايز يكمل معانا يكمل معانا وده قرار. يعني هي موقفها دلوقتي ان هي مش فارق معاها. واللي هيتكلم علينا هناخد ضد الاجراءات القانونيه كمان. احنا كمان ما ينفعش نتكلم. احنا ما ينفعش نشتكي يعني نتضرب وما نقولش انا اخر حاجه هقولها لحضرتك. اتفضل. انا بكلم بمنتهى الامانه وبناشد اجهزه الدوله. المشكله دي مشكله كبيره جدا واذا لم تعالج انا بكلم الدوله المصريه لا تلومن الا انفسكم. ده حضرتك القنوات المصريه حضرتك بتتكلم على مشكله كبيره جدا يا استاذ علاء. احنا عمالين نقول ان هم بيحاربوا الاعلام ده طلع ان الحرب جايه من جهه تانية خالص. يعني جايه بطريقه الضربه فيها. يعني حضرتك ذكرت الاستاذ توفيق عكاشه وذكرت قناه الفراعين. الراجل كان بيطلع كتير جدا في برنامجه يقول لك انا هشحت انا ببيع هدومي انا بيلم تبرعات عشان القناه تمشي. ده كان مقصود. يعني امبارح توفيق عكاشه الله اعلم بكره مين. لا يا فندم وعند حضرتك وعند دريم وعند اون تي في طبعا كلنا. طبعا انا على فكره عشان اقول لك على حاجه بس عشان ابقى قلت كل حاجه يجي عليها ضميري. لما طلعونا رقم 4 وطلعوا قناه مكاننا الاسبوع اللي فات خلاص تمام. امبارح فوجئنا ان احنا رجعنا رقم 3 تاني فجأة. ورجعنا ان مسلسل ادم وجميله اللي كان بيعمل اللي هو المسلسل الوحيد الحصري في مصر دلوقتي فيرست ران كان بقى عامل 2 ولا 3 نقط النهارده بقى عامل 5 فجأة. ماشي. احنا لن نخدع مره اخرى وما ليس لا ما فيش ما بيننا بتمنى ده الا القانون وغير الحق
عشان كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله. انا عايزه اقول لحضرتك كمان حاجه اخيره يا استاذ علاء، انه احنا كمان في المحور اصبنا بحاله احباط شديده جدا، لانه واضح ان كان في كمان استهداف من هذه الشركه لقناه المحور، الله اعلم، بس يعني لما تطلع الريتنج بتاع القناه نفسه ريتنج عجيب، وكأن مصر فيها مثلا 150 قناه عشان تبقى المحور يعني معديه ال100، او انه في 70 برنامج عشان يبقى احنا رقم 90، فكنا بنصاب باحباط. معقوله انه للدرجه دي ما بنقولش حاجه؟ للدرجه دي ما حدش بيشوف؟ وبعدين هقول لحضرتك حاجه يا استاذ علاء، احنا بس كنا بنفتح التليفون او بنحط رقم التليفون على الشاشه، كنا بنلاقي كميه اتصالات كبيره جدا، فنقعد نقول طب ازاي الريتنج بيقول ان احنا ما حدش بيشوفنا، مع ان عندنا ناس الحمد لله بتشوفنا. فده اصابنا باحباط شديد جدا. يا استاذه ايمان، الموضوع اكبر مننا كلنا، دي مرحله وكلها خطوات وكلها مدروسه، والقصه كلها مترتبه يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنه بعد سنه، والهدف واضح. عدم تحقيق مشاهده للقنوات صحيح. المصريه والتاثير عليها اعلانيا عن طريق شركه اجنبيه تريد ان تستحوذ على راس مال الاعلانات في مصر، لتؤثر على اقتصاديات القنوات المصريه، للسيطره على الاعلام المصري. القصه دلوقتي ما بقتش قصه المحور، ما بقتش قصه صحيح. النهار، صحيح. ما بقتش قصه الCBC، ما بقتش قصه الحياه. كلنا مراحل، كلنا سلالم، كلها خطوات. النهارده حضرتك، بكره انا، بعد بكره فلان، صحيح. بعده فلان، ونقعد نتفرج ومش فاضيين غير للخناقات اللي ما بيننا وما بين بعض. صحيح. الإعلام المصري معرض للخطر، القضية قضية أمن قومي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الإعلامي الأستاذ علاء الكحكي مالك قناة النهار. أنا يعني بعتذر لحضرتك جدا.